بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والآن أعداءهم. ليش تم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عليه السلام بأبي تراب؟ هل المعنى مثل ما يذكره البعض أنه كان نايم في المسجد بعد ما أنه تخاصم مع فاطمة الزهراء، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفض التراب من على رأسه الشريف وقال له قم يا أبا تراب؟ طبعا هذا معنى محرف. أما الحقيقة هو ما يذكره الصدوق في معاني الأخبار عن عباية بن ربعي قال: قلت لعبد الله بن العباس: لما كنا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام أبا تراب؟ قال: لأنه صاحب الأرض وحجة الله على أهلها بعده، وبه بقاؤها وإليه سكونها. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما عد الله تبارك وتعالى لشيعة علي من الثواب والزلفى والكرامة، قال: يا ليتني كنت ترابا، أي يا ليتني كنت من شيعة علي. وذلك قول الله عز وجل: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، في سورة النبأ الآية رقم 40. أي أن الناصبي يتمنى، وهو الناصبي كافر طبعا، يتمنى أن يكون من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. ونسأل الله أن يثبتنا على ولاية الهداة صلوات الله وسلامه عليهم، وصلى الله على محمد وآله.